مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وبخير، وأتمنى لكم بداية أسبوع جدا جميلة. اليوم إن شاء الله راح أوريكم كيف نعمل شوربة الطماطم بالكريمة الإيطالية. بس قبل ما أبدأ في الوصفة والمقادير أبغى أوريكم حاجة. في هذه الوصفة نحتاج لمرق دجاج، بس أنا بدي أوريكم إنه أنا إيش أعمل لما الوصفة يكون فيها مرق دجاج، وإني أنا ما أستخدم الماجي أبدا. طيب كل مرة أطبخ فيها دجاج، لما أجي أقص الدجاج أحتفظ بالجزء اللي في الخلف، هذه سلسلة الظهر أحتفظ بيها ما أرميها، أجمعها كده. فأجي في يوم أطلعها كلها من الفريزر وأحطها في قدر، أحط لها كرفس وجزر وبصل وورق غار وفلفل أسود. المهم إني أحط لها مطيبات ومنكهات وأحط لها موية وأغليها على النار، وحيصير عندي أحلى مرق دجاج طبيعي. خلاص راح اتركه على النار لحد ما يغلي وتتكون عندي مرقة مركزة. اخذ اللي ابغاه منه والباقي احتفظ بيه في الفريزر. نيجي لمقادير الشوربة. راح احتاج زيت زيتون، فلفل اسود، راح استخدم اليوم البينك سولت، هحتاج طماطم ايطالية معلبة، كريمة طبخ، راح احتاج البلسمك. البلسمك اضافة من عندي، ما هو اساسي في الوصفة. عندي بصل ابيض مقطع وشوية سكر. هنا عندي 1 عود بصل أخضر، فصين توم، ريحان فريش، ريحان إيطالي، وبارميزان، حبة طماطم مقطعة بدا الشكل. أول حاجة رح أجيب الطماطم اللي قطعتها أرباع، هحط عليها زيت زيتون وملح فلفل وبلسمك. زي كده حطيت ملح فلفل أسود وزيت زيتون وبلسمك. دحين هدخلها الفرن تنشوي، حطيتها طعم مرة خطير. طيب تقدروا تستغنوا عن هذه الخطوة وتستكفوا بس بالطماطم المعلبة، لكن حركة الطماطم المشوية في كتير وصفات تعطي نكهة مميزة. في قدر دوبت ربع قالب زبدة مع شوية زيت زيتون، راح أكشن فيها البصل الأبيض وحضيف له كمان البصل الأخضر والثوم. الثوم ما أضيفه على طول مع البصل، أول أخلي البصل يتكشن يدبل، بعدين أضيف الثوم. ما هو مهم كيف نقطع البصل والطماطم، مثل الحجم اللي نقطعه بيه، لأنه كل هذا راح بعدين ينطحن في البلندر مع بعض. ضفت السن توم، طحنتهم، وحتى لو قطعتهم شرايح عادي لأنه قلنا بعدين راح ينطحنوا. الآن راح أضيف الطماطم المعلبة والمشوية. ضفت الطماطم المعلبة، دحين أضيف اللي شويتها، راح تعطي نكهة مرة رهيبة. قاعدة أصفي حتى زيت الزيتون والبلسمك والمرق اللي خرجت منها، وأضيف كمان مرق الدجاج. هذا مرق الدجاج اللي عملته قبل شوية، صفيته، دحين راح أضيفه. وفي هذه المرحلة كمان أتبل، أحط السكر والملح والفلفل الأسود. تبلته بملح وفلفل أسود. دحين أحط الريحان الفريش كده، نحطه من غير ما نقطعه، خليهم يغلوا مع بعض بعدين نطحنهم. دحين بعد ما غليوا مع بعض مرة كويس راح أطحنهم بالبلندر. بعد ما طحنتهم كويس أضفت لها رشة كريمة طبخ ورشة بارميزان مبشورة. دحين أقدر أقدمها مع خبز محمص.